قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان. نسأل الله أن يفرج عن عباده المستضعفين. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في الحقيقة اتأخرت عليكم جدا، بقالي شهرين أو يمكن 3 موقف الكورس، بس ده كان بسبب إن أنا بمتحن. يعني كنت بذاكر زيكم بالظبط، وكنت بسرتف شهادة في السكيورتي. بس خلاص احنا رجعنا تاني عشان نكمل السلسلة بتاعت الفيديوهات. هنكمل إن شاء الله في سلسلة الويندوز سيرفر 2019 MCSA. هنخلص الكورس ده إن شاء الله، وبناء عن طلباتكم هنخش في الكورس اللي بعديه از دايركت بإذن الله. ومن غير ما اطول عليكم نتوكل على الله ونبدا. اخر حاجه كنا وقفنا عنها كانت الجوين دومين. وقفنا عند الجوين دومين، والنهارده ميعادنا مع محاضره لذيذه جدا قويه جدا، وعايزك تركز قوي 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 عشان عايزك تفهم الكونسبت ده. انا محتاجك ان انت تفهمه عشان مبني عليه بقيه المحاضرات الجايه باذن الله. النهارده ميعادنا مع ايه؟ مع اللوكال يوزر اند جروب. هنشرحه كله ان شاء الله، مش هنسيب حاجه عملي ونظري. فنتوكل على الله ويلا بينا نبدا يا شباب. اخر مره وقفنا عند الجوين دومين. ما تقلقش خالص، انا ان شاء الله هعمل لك فيديو كده 3 او 4 دقايق از ماكسيمم، مش هنكتر عن كده. احط لك فيه اهم النقط الرئيسيه للجوين دومين والاسئله كمان اللي بتيجي في الانترفيو، 3 او 4 اسئله. بس النهارده عايزك تركز معايا وانا بشرح لك اللوكال يوزرز اند جروب. ركز معايا في حاجه مهمه جدا. انا عايز افهم ايه النهارده؟ عايز افهم الكونسبت دي، ازاي اليوزر بيلوجن على الماشين. احنا هنخش في عمق الموضوع النهارده. عايز افهم اليوزر ده ازاي بقى بيعمل لوجن على الماشين. الفكره فين النهارده؟ في الفيديو اللي انت هتشوفه ده كده باختصار عشان تكمل معانا وانت عارف انت هتشوف ايه وهتعمل ايه بايدك وهتست على ايه. احنا هنعمل كرييت لموظفين، هنخش بالموظفين دول هنقدر ان احنا نعمل لوجن على مثلا بي سي الشركه او ماشين الشركه ايا يكن، او ماشين اي حاجه. اي حاجه مثلا انت مثلا موظف عايز تدخله يعمل لوجن عليها، اي بي سي اي لابتوب اي حاجه خاصه مثلا بالمؤسسه بتاعتك، انت محتاج ان الموظف ده يخش يعمل لوجن عليها. فاحنا هنعمل الموضوع ده النهارده من الاكتيف دايركتوري، وهنخش على الويندوز 10 نشوف هل الموظف ده هيقدر ان هو يخش مثلا على الويندوز كلاينت الويندوز 10 يعمل لوجن ولا لا. فدي الفكره. بس تعالى الاول، مش عايز اشتتك، عايزك الاول تفهم بقى الكونسبت ده قبل ما يجوين دومين وبعد ما يجوين دومين. تعالى نمسك الاول الاوبريتنج سيستم الكلاينت قبل ما يجوين دومين وبعد ما يجوين دومين. يلا بينا يا شباب. المرحله الاولى قبل ما جوين دومين. قبل ما جوين دومين انا بعمل ازاي لوجن على الماشين دي؟ على الويندوز كلاينت لسه انا عندي اهو ويندوز كلاينت ويندوز 10 لسه مش جوين للدومين. هو فعلا مش جوين للدومين، بس انا عايز الوجن عليه بقى. في الوقت ده هلوجن عليه ازاي؟ لو تفتكر ونرجع كام حلقه كده لحلقه الانستول ويندوز 10 مثلا ويندوز كلاينت، هنلاقي ايه في الحلقه دي؟ هنلاقي ان واحنا بنعمل انستول هو طلب مني اكرييت يوزر، تمام، افتح بيه الماشين دي، او بمعنى اوضح اشغل بيه الاوبريتنج سيستم الكلاينت او الاوبريتنج سيستم ويندوز 10 مثلا. يبقى انا كده عشان افكرك بس، وانا بانستول واكرييت الاوبريتنج سيستم في الخطوات اللي احنا مشيناها مع بعض، هو طلب مني ايه؟ اعمل كرييت ليوزر، تمام، افتح بيه الماشين دي او افتح بيه الاوبريتنج سيستم عشان يشتغل واعرف اخش جوه واعرف ايه ادخل على الماشين. ده اللي احنا ايه طبقناه فعلا في حلقه الويندوز 10. طيب اليوزر بقى ده اللي احنا عملنا له كرييت، اسمه ايه بقى على الماشين دي؟ يعني اسمه ايه على الماشين بتاعت الويندوز كلاينت؟ اسمه لوكال ادمن. اسمه ايه؟ لوكال ادمن يا شباب. اللوكال ادمن ده بقى يقدر يلوجن على الماشين دي، تمام كده، ويبقى ليه فول اكسس. يعني ايه فول اكسس؟ يعني ينيبل فيتشر معينه، يديسيبل مثلا اي حاجه، وهكذا. مثلا على سبيل المثال ده بيبقى ايه؟ ادمنستريتور. يقدر ليه صلاحيات كتير جدا. هو ليه فول اكسس، ليه كل الصلاحيات. يقدر يحط فلاشه، ينستول برنامج، يديسيبل مثلا فيتشر معينه، اي حاجه مثلا، اي تول، على كذا مثلا على سبيل المثال. طيب هل هو بيبقى ليه صلاحيات مثلا ان هو يجوين دومين عادي؟ اه طبعا بيبقى ليه صلاحيات. هو زي ما انت شايف كده بقول لك ليه فول اكسس. هو اصلا ادمنستريتور، فهو ليه فول اكسس، يقدر ان هو بتوصل ان هو يقدر يجوين دومين عادي خالص، تمام كده. فهو اليوزر ده اللي انت عملت له كرييت، تمام كده، دي صلاحياته. الراجل ده صلاحياته غير محدوده، هو ليه فول اكسس على الماشين دي اللي وانت بتعمل الانستول بتاع الاوبريتنج سيستم للماشين دي، تمام كده. كراجل مثلا اي تي على سبيل المثال، سي مثلا انا بوضح لك بديك امثله عشان تفهمني. انا النهارده مثلا عندي بي سي جديد في الشركه، حضرتك الراجل الاي تي مثلا ولسه بتنزل
الاوبريتنج سيستم عشان تشغل مثلا الماشين دي وكده، وانت هتستخدم مثلا ويندوز 10. تمام كده، فبتعمل انستول، فيطلب منك الاكونت. فانا بديك مثال عشان الدنيا تبقى بسيطه معاك. هيطلب منك الاكونت اللي انت مثلا هتسميه، قال لي اي حاجه، هتسميه مثلا علي. علي دوت هيبقى راجل لما يفتح الماشين هيبقى راجل ادمنستريتور. الاكونت اللي انت عملت له كريت ده، اليوزر ده باسم علي، هيبقى راجل ادمنستريتور. تمام كده، لوكال ادمن على الماشين دي، ليه فول اكسس. ودي الدنيا بكل بساطه، يقدر يعمل جوين دومين، يحط فلاشه، ينستول برنامج، يعمل اللي هو عايزه. دي الدنيا بكل بساطه عشان ما تعقدش الدنيا معاك. يبقى واحنا بنعمل انستول عملنا يوزر، اليوزر ده لما هنفتح الماشين دي، اليوزر ده هيبقى ليه كل الصلاحيات. طيب هو ايه بقى الاسم المصطلح بتاعه؟ ايه اسمه؟ اللوكال ادمن، ما اسموش ادمنستريتور. تمام، انا بتكلم على اسم المصطلح. المصطلح العلمي بتاعه في الوقت ده هو اسمه لوكال ادمن. هو يعني از دايركت هو ادمنستريتور فعلا على الجهاز، بس هو في المصطلح عشان لما بتسال في انترفيو ولا اي حاجه، عشان ما تقعش في الحته دي، اسمه لوكال ادمن على الجهاز ده. واحنا هورولك هو فين اللوكال ادمن ده لما نخش في الحته العملي. بس هو صلاحيات ادمنستريتور، لكن المصطلح اسمه لوكال ادمن. اوعى تقع في المصطلحات عشان ما تقعش في الانترفيو. ركز يا هندسه. اللوكال ادمن ده بقى يا هندسه، ركز في الحته دي مهمه قوي. عشان اللوكال ادمن ده الوجن بيه لازم يكون موجود جوه ايه؟ جوه جروب زي ما احنا اتعودنا. تمام كده. ليه جروب؟ لازم يكون موجود جوه جروب، عشان كل جروب، وده انا هوريهولك برضك الحلقه دي، كل جروب من الجروبس اللي انا هوريها لك، كل جروب ليه صلاحيات معينه. ففي منهم من له فول اكسس، وفي منهم من له ليميتد اكسس. طيب هو بيبقى موجود جوه جروب اسمها ايه؟ ادمنستريتور. الجروب بتاعته اسمها ادمنستريتور. افهم ايه انا كده باي ديفولت؟ افهم ايه؟ افهم ان اي حد ممبر اوف الجروب اللي اسمها ادمنستريتور، تمام كده، على الماشين دي هيبقى ليه فول اكسس. تمام كده. على سبيل المثال انا بوضح لك الدنيا بكل بساطه. طب مش فاهم يعني ايه؟ يعني بص، بكل بساطه اي فرد جوه الجروب اللي اسمها ادمنستريتور على الماشين دي هيبقى ليه فول اكسس. طيب خد دي برضك افهمها، انا عايز افهمك نقطه تانية معينه. طيب الماشين دي هي اوريدي مجوين دومين، هي اوبريتنج سيستم عادي خالص، هي ويندوز كلاينت عادي. هل اقدر بدل ما يكون فرد مثلا هو اللي اسمه ادمنستريتور، تمام، وهو الفرد ده الوحيد اللي بيعمل لوجن وليه فول اكسس، يكونوا مثلا 2 أو 3 سي مثلا على سبيل المثال؟ اقدر، بس بشرط ان انا احطه في الجروب اللي اسمها ادمنستريتور. وساعتها الواحد او 2 أو 3 دول، بعد ما اعمل لهم، بعد ما اعمل لليوزر دي كرييت واحطها في الجروب اللي اسمها ادمنستريتور على الويندوز كلاينت من غير ما جوين دومين، يبقى ليهم صلاحيات فول اكسس. طب النهارده يعني مثلا سي اللي اشتغل مثلا، انا هديك بقى ايه مثال من واقع العمل. اللي اشتغل مثلا في مطاعم، في مثلا في كافيهات، في اي حاجه، لما بيتكلم الراجل بتاع الاي تي او الراجل الاي تي بتاعه بيجي مثلا تشيك على الجهاز، الموظف ليه صلاحيات محدوده. فلما الراجل ده بيجي بيخش بالاكونت بتاعه هو، فبيبقى ليه فول اكسس. اذا فالراجل ده محطوط فين؟ على الماشين دي. فالراجل ده حاطط نفسه، هو الراجل الاي تي مثلا بتاع المطعم او الشركه مثلا او الفروع، فهو حاطط نفسه في الجروب اللي اسمها ادمنستريتور على الويندوز كلاينت ده. انما الموظف اللي جنبه اللي واقف على الكاش، الراجل الكاشير، هو محطوط فين؟ محطوط بقى، ركز معايا هنا في الحته دي عشان الحته دي مهمه، محطوط في جروب اسمه يوزرز. فاذا فهو ليه ليميتد اكسس، انما الراجل الاي تي ليه فول اكسس. انا اديتك مثال كده ايه من واقع العمل ومن واقع الشغل. فالراجل ده لما بيجي بيقدر يفتح صلاحيات على الماشين دي، الكاشير ما يقدرش يفتحها. دي كده ايه سي مثلا مثال صغير جدا 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 من واقع العمل. ركز معايا بقى في اللي جاي. طيب انا كل دوت بحاول افهمك بالامثال. طيب الراجل بقى الاي تي اللي جه يصلح مثلا البروبلم دي اللي حصلت على الجهاز، واقف جنبه الراجل الكاشير. الراجل الكاشير دوت عايزه يحطه مثلا في الجروب اللي اسمه يوزرز. طيب الجروب اللي اسمه يوزرز ده هو ايه؟ هو ليميتد اكسس. يعني ايه برضك مش فاهم؟ يعني هو is a restricted users، يعني ليه limited access، صلاحيات معينة. بس كده، ده الموضوع بكل بساطة. ساعتها انا احطه في الجروب اللي اسمها يوزرز ويبقى ليه limited access على الجهاز. انما لو انا عايزه ليه فول اكسس هحطه في الجروب اللي اسمها ادمنستريتور. كده اظن انت فهمت، شرحت لك باكتر من طريقه عشان تفهم واديتك امثله. الدنيا كده بكل بساطه.
تعالى بقى بدل الشرح الكتير، انت كده فهمت الفكره نظري. تعالى يلا نروح بقى على ويندوز 10 اوريك الجروبين دول موجودين فين في ويندوز 10. يلا بينا. انا دلوقتي اهو فتحت ويندوز 10 ويندوز كلاينت اهو، الماشين بتاعتي. الماشين دي جوين للدومين. تعالى نتخيل لو هي الماشين دي مش جوين للدومين. هخش هنا هقول له هات لي الداس بي سي، هقول له خش هنا هات لي مانج، وهقول له هتلاقي هنا ايه بقى؟ هتلاقي في حاجه اسمها لوكال يوزرز اند جروب، اللي هي ديت. هتلاقي في اتنين هنا. اول حاجه اسمها جروبس. الجروبس دي تلاقي هنا ادمنستريتور مثلا، على سبيل المثال اي حد بقى ممبر اوف الجروب دي يقدر يلوجن على الماشين دي كايه؟ كادمنستريتور. طيب هتلاقي تحت ايه؟ هتلاقي تحت يوزرز، جروب اسمه يوزرز. اي حد ممبر اوف الجروب اللي اسمه يوزرز يقدر يلوجن على الماشين دي كايه؟ كيوزرز، يعني ليه ليميتد اكسس متحدده له، ما يقدرش يعديها. انما الراجل اللي فوق ده يعمل اللي هو عايزه في الجهاز. طبعا نروح الناحيه الثانيه نشوف الويندوز سيرفر. تعال نشوف الويندوز سيرفر. الويندوز سيرفر بتاعي عليه برضك تو جروبس، بس ما اسمهمش بقى ايه؟ ما اسمهمش يوزرز وادمنستريتور. طب اسمهم ايه؟ اسمهم دومين يوزرز ودومين ادمن، دومين ادمنستريتور. ايه الفكره بتاعتهم؟ ايه حكايتهم يعني؟ خد بالك بقى من النقطه دي يا هندسه، عشان النقطه دي جامده جدا. دلوقتي احنا بعد ما عملنا جوين للدومين هو ويندوز سيرفر، صح كده؟ عادي خالص. طيب انا دلوقتي حكايتهم ايه بقى؟ بكل بساطه انا عملت جوين للدومين في الحلقه اللي فاتت، فاي حد بقى ممبر الجروب اللي اسمه دومين ادمن ده، فهو بقى ليه فول اكسس على الدومين ادمن. يعني على الويندوز سيرفر سابقا، على الويندوز سيرفر سابقا، حاليا الاكتيف دايركتري الدومين كنترولر حاليا، ده حاليا. فهو ليه صلاحيات على الدومين كنترولر ده، اللي هو فين؟ ده اللي هو موجود جوه الجروب اللي اسمه ايه؟ دومين ادمن، دومين ادمنستريتور. بس كده؟ لا، ده الراجل ده برنس ازاي يعني؟ برنس لان هو يقدر يعمل كمان لوجن، ويقدر يبقى ليه صلاحيات على اي ماشين تبع او موجوده في الدومين كنترولر، او متوصله از دايركت بالدومين كنترولر، او جوين للدومين كنترولر. اي حاجه، اي شكل بالاشكال دي انت عايز تفهمه افهمه، بس كلهم صح. فنفهم ايه؟ ان اي راجل موجود هنا، او اي موظف، او اي راجل في الاي تي مثلا انت حاطه او محطوط في الدومين ادمن اللي على الاكتيف دايركتري او على الدومين كنترولر، فالراجل ده ليه صلاحيات على الدومين كنترولر، وليه صلاحيات على اي ماشين تابعه ليه الدومين كنترولر، اي ماشين جوين للدومين كنترولر. فده يبقى مين؟ ده يبقى الدومين ادمن. افهم من كده ان هو مش هيلوجن عليها از كلاينت، مش هيلوجن عليها مش هيلوجن عليها از يوزر ليميتد. طبعا لا، ده الراجل ده محطوط في الدومين ادمن يا هندسه. ده الراجل ده باشا. الراجل ده هيلوجن على اي ماشين تابعه للدومين كنترولر كادمنستريتور، ليه صلاحيات يعمل فيها ما باله، يعمل فيها اللي هو عايزه. اي ماشين تابعه للدومين كنترولر يعمل اللي هو عايزه فيها، لان هو محطوط فين؟ في الدومين ادمن. لوجن كادمنستريتور، سواء يعمل اي حاجه بقى على الماشين دي، زي ما قلت لك، ينسيبل، يعمل انيبل مثلا لاي حاجه، يديسيبل اي حاجه، يحط فلاشه، يعمل اللي هو عايزه. الراجل ده طالما محطوط في الدومين ادمن ليه فول اكسس، صلاحيات مش منتهيه، يعمل ما باله، سواء كان الدومين كنترولر او كان اي ماشين جوين للدومين. طيب الجروب بقى اللي فوق دي اللي اسمها دومين يوزر، دي فايدتها ايه في الفكره كلها؟ دي بتضم يا باشمهندس كل الموظفين اللي عندك في الشبكه، كل الموظفين اللي عندك في الشبكه. بتفيدك بايه؟ انت كراجل دومين ادمن مثلا تطبق عليهم اي صلاحيات جمله واحده. يعني ايه؟ بدل ما اخش على يوزر مثلا اطبق عليه صلاحيه، انا النهارده مثلا وده هنعرفه ان شاء الله في حلقه الجروب بوليسي، عايز اقفل التايم مثلا، عايز مثلا اقفل عايز اقفل الوقت، عايز اقفل اي حاجه، عايز اقفل اليو اس بي عن مثلا على اي اكونت مثلا تبع الموظفين. اروح اعمل ايه؟ بروح داخل مجرب عليه البوليسي دي، بروح داخل قصدي مطبق على الجروب ده كله نفس البوليسي. مثلا من واقع الشغل، مثال هديك مثال عشان تفهمني بالامثله يكون الموضوع اوضح. انا النهارده عندي شركه، او انت عندك شركه. لو عندك شركه وعايز كل الموظفين يدخلوا على فولدر معين، تمام كده، هتعمل ايه؟ او تمنعهم من تثبيت برامج، لان في برامج ضاره ممكن مثلا موظف يروح منزلها فيعمل لك انت مشكله مثلا، او يدخلك في مواضيع انت في غنى عنها. انت تعمل ايه؟
عايز تمنعهم من مثلا تثبيت برنامج او كل الموظفين يدخلوا مثلا على فولدر معين، بدل ما تعدل على كل يوزر لوحده بتدي الصلاحيه للدومين يوزر كله، وكلهم ياخدوا نفس الاعدادات، نفس البوليسي اللي انت مثلا هتطبقها. فبكده نفهم ايه؟ نفهم ان الدومين يوزر هو بياخد صلاحيات ليميتد، صلاحيات عاديه خالص، يعني الموظفين بين قوسين كده الموظفين صلاحياتهم عاديه خالص، انما الدومين ادمن تحكم كامل في الدومين كله. نقدر نقول كده ان هو مدير الشبكه، يقدر يتحكم في الدومين كنترولر، ويقدر يتحكم في اي ماشين تابعه للدومين جوين للدومين كنترولر. كده انا شرحت لك كل حاجه بالمفهوم، واحنا دلوقتي هنروح للعملي. فهمت يعني ايه يوزرز، وعرفنا ان هو ليه ليميتد اكسس، ده بيبقى موجود على ويندوز كلاينت العادي بتاعي. وفهمت يعني ايه ادمنستريتور، وده بيبقى موجود على فول اكسس، وده بيبقى ليه فول اكسس تمام على ويندوز كلاينت برضو. والناحيه الثانيه على الدومين كنترولر فهمنا يعني ايه دومين يوزرز، وفهمنا يعني ايه دومين ادمنستريتور، وعرفنا اهم النقط، وعشان ما نروحش في الانترفيو فنقع في مثلا في خطأ ولا حاجه. وعرفنا ان الادمنستريتور على دي اهم النقط اللي انا بحاول احصرها لك في حته معينه. وعرفنا ان مثلا من اهم النقط ان الادمنستريتور على ويندوز كلاينت اسمه ايه؟ اسمه لوكال ادمن، ما اسموش ادمنستريتور، بس هو ليه صلاحيات الادمنستريتور. ودي الدنيا بكل بساطه. طيب في الكيس بتاعتنا احنا في شركه، تعالى بقى نشوف الجروبس دي كلها اللي احنا بقالنا فتره بنتكلم عليها. كفايه بقى شرح نظري، وتعالى يلا نخش على العملي على طول. هنا هنخش على ايه؟ هخش على الاكتيف دايركتوري، وهقول له خش لي على السيرفر مانجر. انا لما بعوز اعمل اي حاجه اطبق اي حاجه بخش على ايه؟ بخش على السيرفر مانجر زي ما احنا اتعودنا، وبعد كده بقول له خش لي على الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر. هلاقي هنا كونتينرز فيها ايه؟ تحت فيها يوزرز. هخش على الكونتينرز دي اللي فيها يوزرز، وهلاقي فيها ايه بقى؟ ركز. هلاقي جواها الدومين ادمن، وهلاقي جواها الدومين يوزر. الدومين يوزر دول جواهم مين؟ هو احنا مش هنا الحلقه اللي فاتت، لما الحلقه اللي فاتت عملنا كرييت لموظفين والاقسام معينه، عملنا اقسام مثلا زي اتش ار، سيلز، فاينانس، عملنا الاقسام دي تمام، وقلنا ان دي هتبقى اقسام الموظفين. طب هنا مثلا في الاتش ار عندنا مين؟ عندنا علي، وعندنا ساره، وحسن. وعملنا ايه؟ وعملنا لهم او يو، وقلنا ان الاو يو دي عشان لما احب اطبق عليهم الثلاثه دول اي بوليسي على قسم مثلا اتش ار او قسم اي حاجه، اي قسم احب مثلا اطبق عليه بوليسي مره واحده، اخد الثلاثه مع بعض. وعرفنا ازاي في الفيديو اللي فات نعمل لهم كرييت، مش احنا عملنا كده؟ اوريدي عملنا كده. بص هنا لو دخلت مثلا على دومين يوزرز وقلت له ممبرز، مين اللي عندك؟ هيقول لي مثلا عندي علي ده من الاتش ار، عندي حسن، عندي ساره، عندي الناس دي من الاتش ار. فكل اليوزرز دول نفهم من كده ايه؟ يقدروا ياكسسوا اي ماشين جوين للدومين. طب اثبت لي الكلام ده، هو مش ده الويندوز 10 بتاعنا؟ هو. طب هات لي كده ديس بي سي، هات لي مانج، فين اللوكال يوزرز اند جروب؟ هات لي جروبس، في الادمنستريتور وفي يوزرز. خش على يوزرز كده، جواها مين؟ الدومين يوزرز. افهم من كده ايه؟ في الاخر خالص افهم من كده ان اي حد هناك هو هنا، طالما احنا كلنا في اطار ايه؟ ان هو جوين للدومين. طيب يا شباب احنا كده شرحنا الفرق بين اليوزرز دول كلهم، وعرفنا الفروقات ما بينهم ماشيه ازاي، وعرفنا مين تبع مين، وعرفنا ان الدومين يوزرز تبع اليوزرز اللي في الويندوز كلاينت، وعرفنا ان اليوزرز اللي في الويندوز كلاينت تابع الى الدومين يوزرز اللي في الاكتيف دايركتوري. وعرفنا ان تحت برضك في السلايدز زي ما احنا كنا بنشرح كده ان الدومين ادمن تابع الى الادمنستريتور فين؟ في الويندوز كلاينت. عرفنا الفكره، وعرفنا ايه الكونسبت ده ماشي ازاي. تعالى بس الاول اثبت لك ان اليوزر ليه ليميتد اكسس والادمنستريتور ليه فول اكسس. تعالى احنا هنروح كده للسلايد بتاعتنا في الكتاب ونشوف كده عايزين بس ناخد كومنت كده من الجروب بوليسي، هنشوفه هيطبق عند ساره ولا لا. ما تركزش بس دلوقتي في الكونس، لا سيبك منه. تعالى بس احنا عايزين نثبت حاجه كده، ناخد الكومنت ده كده نحطه في السي ام دي ونشوف كده هل هيتطبق ويفتح معانا ولا لا. الكومنت ده بيعمل ايه؟ ده بنطبقه عند اليوزر عشان يفتح لي الكونسول اللي اسمه جروب بوليسي. تعالى نشوفه هيفتح ولا لا. فانا دلوقتي جوين للدومين بريستريكتد يوزر ساره، فبقول له دلوقتي افتح لي الكونسول. بص هيقول لي ايه؟ access is denied. ليه بقى يا هندسه؟ ليه؟ لان من اول الحلقه بقول لك ان هو ليه limited access، مش هيفتح،
مش هيفتح. طب لا، هيفتح بايه بقى؟ بالادمنستريتور. وريني، اثبت لي. ثانيه واحده ونثبت مع بعض. خد بالك بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما عندوش بيرميشن ان هو يعمل كده، ما فيش الصلاحيات دي، مش واخد بيرميشن بالموضوع ده، ليميتد اكسس. نقول له كانسل الاكونت ده او اليوزر ده. المفروض ان انا بكنتروله بالجروب بوليسي. بص لما فتح اصلا الكونسول هو فتحه اوريدي، بس فتحه فاضي. انا طبعا لو عملت ايه دلوقتي ما فيش اي حاجه. طب تعالى كده نجرب حاجه تانية. انا هنا بقى هلوجن بايه؟ بالادمنستريتور. فتح اهو الحمد لله. طيب تعالوا كده يلا نجرب نفس الكومنت سي ام دي ونقول له اوكي. بص بقى عمل ايه. بص الفرق بقى. فتح الكونسول بتاع الجروب بوليسي. بصوا الكونتينرز دي ما كانتش موجوده الاول، يعني كانت فاضيه. الكونسول كان فاضي، دلوقتي في كونتينرز. طيب انا دلوقتي كل ما هاجي اخش عند ويندوز كلاينت هكتب له ادمنستريتور. طب هل في حاجه تاني انا ممكن اكتبها وما تبقاش ادمنستريتور؟ انا ممكن اغير المسمى عادي. طب اعمل كده ازاي؟ فين الادمنستريتور عندي؟ الادمنستريتور عندي اهو. طيب هو بيلوجن بايه؟ لا اما بالفولي كواليفايد دومين نيم، لا اما بالنت بايس. تمام كده، وده اللي احنا اتفقنا عليه. طب انا دلوقتي كل ما اخش هكتب بقى الفولي كواليفايد دومين نيم والنت بايس طب افرض مثلا مثلا تعالى ناخد الاكزامبل ده. مثلا انا النهارده عندي تيم الادمنستريتور اي تي اكتر من شخص. انا مثلا عندي في تيم الاي تي اكتر، انا مثلا احمد، فمعايا واحد تاني علي، فمعايا مثلا عبد الرحمن على سبيل المثال. فاحنا ثلاثة. كل ما هنيجي نخش، هل ده منطق؟ هل ده لوجيك ان انا كل ما اجي اخش احنا الثلاثة نخش نكتب كلمة ادمنستريتور على اي ماشين مثلا في الشيفت بتاعنا، ونكتب ما جنبها الفولي كواليفايد دومين نيم او النت بايس، او نلوجن باي شكل من الثلاث اشكال اللي انا كلمتكم عليها بنفس الاكونت بنفس الطريقه؟ لا طبعا، ده شغل غير مهني وغير بروفيشنال، واحنا كده ناس بتهزر. ليه ناس بتهزر؟ افهمك. مثلا انا في الشيفت بتاعي، انا باشمهندس في الشيفت بتاعي عملت مثلا كونفيجريشن معينه، طبقت بوليسي ما، طبقت اي حاجه، مثلا عملت انستول لاي حاجه. فمثلا جه شخص من بعدي في الشيفت التاني، زميلي مثلا، فراح عامل لغاها مثلا، او مثلا مثلا عمل اي مشكله. هل هنعرف نجيب مين اللي عمل؟ لما نيجي بقى نشوف مين اللي تسبب في المشكله دي، هل اقدر امشي او اتتبع الخطوات؟ انا بكلمك بقى في شغل ايه، ان انت دلوقتي حصلت مشكله في الشركه او في الشغل، فانت بتتتبع الناس بتاعه الاي تي، مين اللي غلط الغلطه دي؟ هل اقدر اتتبع الناس دي واطلع مين فينا احنا الثلاثه، احمد ولا علي ولا عبد الرحمن، اللي عمل المشكله دي في الشيفت بتاعه؟ اذا كان هم اصلا ثلاثه، هم اصلا ادمنستريتور، تيم الادمنستريتور، الاي تي ادمنستريتور، بس هم الثلاثه في مشكله وثغره جامده جدا. ايه الثغره؟ الثلاثه بيعملوا لوجن على اي ماشين بنفس اليوزر نيم والباسورد. الثلاثه بيكتبوا ادمنستريتور والثلاثه بيحطوا نفس الباسورد. فانا كده اعرف منين؟ يعني اعرف مين سبب المشكله، مين لغى شغل التاني، مين دخل على شغل التاني. فمن هنا بتعمل طريقه لذيذه جدا، بنعمل حاجه ايه بروفيشنال بقى في الشغل. فعشان نمنع اي شك، نمنع اي لو حصل اي مشكله، نمنع اي شك مثلا ما بيننا احنا الثلاثه، او احنا مثلا ايا كان العدد مثلا بتاع تيم الادمنستريتور. بنعمل ايه؟ بنخش على الاكتيف دايركتوري وبنعمل او يو اورجانيزيشنال يونت، وبنسميها اي تي تيم. الناس دي انا دلوقتي هاخدهم احطهم في الجروب اللي اسمه دومين ادمن، والناس دي يبقوا مترقمين مثلا، او على حسب انت هتبقى شغال ازاي، ان كان بالاسماء او ان كان مثلا مثلا بالادميه مثلا. فانت الاول مثلا تبقى اي تي 1 واي تي 2 واي تي 3 على حسب انتوا جيتوا ازاي، او يبقى باسمائكم بس. فدي الفكره. فانا هعمل ايه؟ هعمل اي تي تيم، في تيم الاي تي ده يوزرز، وهقول له نيو. هسميه مثلا اليوزر ده اي تي 1، وهقول له اللوجن نيم بتاعه هيبقى اي تي 1 برضو، وهحط له يوزر نيم وباسورد، وهقول له هنا كده الصلاحيات. اوكي كده خلاص انا عملت اول يوزر اي تي 1. اعمل اكونت ثاني اسميه اي تي 2، وهي لوجن نيم باي تي بردك 2، مفيش مشكله خالص. احط له اليوزر نيم والباسورد. الباسورد يا باشمهندس هتبقى كومبلكس زي ما احنا متفقين، لحد بس ما افهمك ازاي هنشيلها في الحلقات الجايه وما تبقاش كومبلكس عادي، مفيش مشكله، بس هي دلوقتي لازم تبقى كومبلكس بس. اوكي
next finish. اوكي، هحطهم بقى هما الاتنين جوه ايه، جوه جروب، عشان انا لما استدعيهم هما الاتنين. هتسميه ايه؟ هسميه اي تي تيم او تيم اي تي. دلوقتي جوه تيم الاي تي مفيش حد، هخش جواه واخش في الممبرز واقول له اد، انا عايز منك تحط لي اي تي 1 واي تي 2 عشان استدعيك على طول واستدعيهم معاك. هقول له اوكي تشيك نيم، حط لي الاولاني، اوكي التاني، اوكي ابلاي، اوكي مفيش مشكله، تمام زي الفل. خش لي بقى على الكونتينرز بتاعت اليوزرز، خش لي على الدومين ادمن، حط لي الجروب ده، يلا تشيك نيم اي تي، اوكي كده انا اقدر الوجن باي تي 1 او اي تي 2، اوكي واحط له الباسورد بتاعه ويقول لي ايه، ويقول لي ويلكم. كده الوجن بيه كايه، كادمنستريتور. على كده بس قبل ما نقفل نشوف اخر حاجه الاي تي 1 ده دلوقتي هو دخل اهو الحمد لله. تعالى كده نشوف هل بقى ليه صلاحيات فعلا ولا اي كلام. ان شاء الله. تعالى كده نشوف، حط الكومنت لاين كده وريني كده انت شغال ولا اهو. فتحه، شغال، فتحه، انا عارف شغلي الحمد لله يعني. بس ففتحوا خلاص كده، اوكي تمام. طبعا اقدر دلوقتي اخش اطبق اللي انا عايزه على اي موظف. ليه؟ لان الراجل ده ادمنستريتور. منين؟ من الدومين كنترولر، ليه صلاحيات. انا كده ايه، لو فتحت ديس بي سي قلت له مانجمنت وقلت له هات لي اللوكال يوزرز اند جروب، هتلاقي فيها مين يا باشمهندس؟ وقلت له هات لي كده الادمنستريتور، هتلاقي فيها مين؟ الاي تي 0 دومين ادمن. قمت انا عامل ايه بقى الناحيه التانية؟ عشان كده قلت لك في اول الفيديو كله ماسك في بعضه، انت لازم تفهم الفكره دي. قمت انا عامل ايه؟ قمت في الدومين ادمن اللي على السيرفر اللي على الدومين كنترولر، قمت كريت موظف جديد بصلاحيات ادمنستريتور، تمام، اسمه مين؟ اسمه اي تي 1. اما مسمع هنا كايه دلوقتي؟ كادمنستريتور من الدومين كنترولر. وبكده بكل بساطة أنا لو حصل أي مشكلة في الشيفت بتاعي أو شيفت زميلي، ولما أنا أرجع بقى لللوجز دي أو البروبلم دي اللي حصل، يبقى أنا كده عارف إن أي تي 1 كان في الوقت دوت وأي تي 2 كان في الوقت دوت، وأعرف أحل البروبلم دي وأعرف مين كان سبب المشكلة، وأعرف بقى أطبق أي حاجة أنا عايز أطبقها على الموظفين بعد كده. بس كده كل شخص مسؤول عن اليوزر نيم والباسورد بتاعه في الشيفت بتاعه كأزا ادمنستريتور. وبكده تكون خلصت حلقة النهارده. ما تنسوش زكاة العلم نشره، انشروا الكلام دوت، الكلام ده مفيد جدا لاي حد بيحاول ان هو يشتغل في مجال الاي تي. ده من اقوى الكورسات دلوقتي مطلوبه في كل حته، الام سي اس اي، وهتفضل طبعا مطلوبه. بس ولا تنسوا قبل ما تطلعوا ان انتوا تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.